اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبدئيا كده هتسمعوا الصوت غريب شوية النهاردة، معلش صدري تعبان شوية، الحمد لله على كل حال. واخدة الدور بقى وادعوا لي أطلع منه بسلام، ما اوصلش للمرحلة بتاعت كل مرة، ربنا يسترها. يلا بينا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده عندنا كام خبر حلوين كده، وكمان الفيديو ده شفتوا الناس اللي كانوا أول امبارح دول واكلين جبنة وفلفل مشوي، هم هنعمل لهم بقى غدا حلو النهارده. احنا اول يوم جم فيه من السفر كنا شاويين سمك ومقضيينها، يعني الحمد لله طبعا كله خير ونعمه من عند الله. تعالوا بينا نعمل سفره حلوه سريعه زي ما قلت لكم. تقريبا كل السفرات اللي فاتت كنت بختار حاجات سريعه عشان ما اقفش كتير في المطبخ. وفرمت بصل زي ما انتم شايفين، اخدت نصه في الصينيه ونصه في الطاسه على النار مع حته سمنه صغيره. هنتبل بقى البصل زي ما انتم شايفين، فلفل وسبع بهارات وملح. واحنا بنتبل كده ما ننساش دعوه اخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويجبرهم جبرا جميلا. وربما يكون فينا حد كده اقرب الى الله ودعوته تجاب باذن الرحمن، ويريح قلوبهم ويطمنهم ويستقروا في بلدهم وفي ارضهم، اللهم امين، ويرحم شهدائهم. عايزه اقول لكم ان اللهم صل على سيدنا محمد، ذكرني يا رب. بصوا انا بعمل الفيديو ده وانا اصلا بمنتج الفيديو ده مونتاج وانا تعبانه جدا، يعني تعبانه صدري، يعني البرد ده هو مش برد، ما عنديش اي اعراض البرد. تخيلوا بقى ان لا عندي رشح ولا زكام ولا كحه، بس في تقطيع في صدري غريب كده. يلا ما علينا، الحمد لله. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا كنت جايبه فراخ بسم الله ما شاء الله، يعني الراجل قال لي بلدي، بس لا هو ضحك عليا، دي مش بلدي، دي حمرا. انا يعني صدقته، اصل ما فيش بلدي الفرخه 2 كيلو ونص يا عم. قال لي لا انا عندي. طب ماشي خلاص هصدقك. المهم انا هنا تبلت البصل. هو انا حطيت اللحمه في البصل ولا لا؟ يعني ركزتوا كده شفتوني انا عملت العصاج، حطيت اللحمه في البصل، هي شكلها فيها لحمه بس انا حطيتها امتى؟ ما علينا، ملينا نص الحله ميه. وتعالوا بقول لكم على اول خبر حلو معانا النهارده. الحمد لله ماما طلعت النهارده من المستشفى، اللهم لك الحمد. طبعا الفيديو ده زي ما قلت لكم كل الفيديوهات ديت متصوره من فتره، كانت حاله ماما مستقره من يوم ما ماما راحت المستشفى التانية، ما صورتش ولا فيديو غير كده. كمان اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل، ذكرني يا رب ذكرني يا رب. الفيديو اللي عملته لكم امبارح ده كان امبارح، كان فريش وفرافيش كده. الفيديو ده انا ما عملتش وما حكيتش غير لما عرفت كل حاجه وحاله ماما رايحه على فين، عشان ما اظلمش حد ولا اظلم المستشفى، ولا ما يمكن المستشفى كانت صح ولما نقلتها مستشفى تانية شخصت نفس الحاله والحاله بتتدهور. لكن اللهم لك الحمد، ماما قعدت في المستشفى التانية تقريبا 4 ايام، لا بقى لها دلوقتي 6 ايام. بصوا هو من يوم التلات، من يوم الخميس اللي فات، خميس وجمعه وسبت وحد واثنين وثلاث، النهارده الاربع، بقى لها 7 ايام. طلعت النهارده الاربع الحمد لله، بقى لها 7 ايام. 7 ايام انا ما قدرتش اطلع بالفيديو غير لما امبارح الحمد لله حاله ماما استقرت وعرفت ان هي ممكن او احتمال تطلع النهارده. عشان كده طلعت حكيت تجربتي وحكيت القصه وقلت لكم اللي حصل. لكن لو كانت المستشفى التانية او الدكتور التاني او بره او جوه اي مكان شخص نفس التشخيص، ما كنتش هظلم المستشفى واطلع احكي اللي حصل. بيني وبينهم ربنا، وتاني حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم. هنا بقى تعالوا نركز في الحمد لله ماما بقت في البيت دلوقتي، اللهم لك الحمد، ربنا يديمها في حياتنا نعمه ويكمل شفاها على خير يا رب العالمين، وما يوجعش قلب حد على امه ابدا. عارفين اصعب حاجه لما يكون ربنا يخلي ابهاتكم وامهاتكم، مثلا والدك متوفي ومتعوده، حتى لو مش متوفي على فكره، متعوده ان الام بتلم كده وتعشش وتحنن وفجاه تلاقيها بتنهار قدامك، فبتبقى صعبه. ولو حتى الام فيها ايه ولقيتي امك بتقول صدقيني دي هتدخل جوه قلبك. يعني وجع القلب كان صعب قوي المرحله، والحمد لله عدت على خير الحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين بهرنا الشوربه بتاعتنا وحطينا الفراخ على وشها عشان الصدر كده يستوي حلو كده، ومش عايزين الجلد بتاعنا يفرقع ولا شكل الفراخ تكون مش حلو. خلاص كده احنا طبعا زي ما شفتوا في البدايه عصجنا لحمه، شوحت البصلايه والبصلتين 3 بتوعي ونزلت فيهم بحته سمنه، وبعد كده اللحمه والبهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها وشلناها. وهنا هنحط الفراخ ونظبط الفلفل والملح والبهار بتاعنا. بحب احط البهار بتاع الفراخ كله حصى، يعني زر الورد والكوبيبه الصيني حبهان والكلام ده كله. وبعد كده اول ما تغلي هنقلها على نار هاديه واسيبها. نيجي بقى هنا عندي نص كيلو لفه جلاش يعني، وعندي كوبايه من السمن زي ما انتم شايفين مفككاها في الميكرويف. تعالوا بينا نعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه، بس هنعملها رول. هناخد كل طبقتين كده من الورق وهنحط ما بينهم لحمه مفرومه، تقدري تحطي معاهم موتزاريلا، تقدري تحطي معاها صنوبر او اي مكسرات بتحبيها عادي، يعني اللي بتحبيه اعمليه. انا بفضل الجبن تكون متقطعه مربعات افضل من الرول ده، لان الجبن بتسيح وبتخرج من حروف الرول، مش بتكون احسن حاجه يعني
مش في التقديم ولا في الاكل، فيكي يعني وانتي بتتعاملي معاها. المهم هنعملها زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الصينيه بتاعتي كبيره، كانت عايزه لها كيلو جلاش مش نص كيلو، كيلو لحمه مش نص كيلو برضه. فبالهنا والشفا. كل طبقتين هحط ما بينهم سمنه كده، ورقتين وهحط ما بينهم سمنه، وهروح لفه الرول بتاعي زي ما انتم شايفين. طبعا كلكم عارفين ان انا دايما النور عندي بيقطع بالليل، يعني الساعه 7 بيقطع ل9، وساعات بيقطع من 6 لكده. النهارده يا اختي الساعه 2 لقيت لكم النور ايه عمال يلعب معايا بقى. تلعب معانا ليه يا حبيبي؟ حد مزعلك يا بابا؟ اهو اخر ورقتين في الجلاش هنلفهم، يعني هنتعامل معاهم بحيث ان احنا لا نخسر اللحمه ولا نخسر الورق. هنظبطهم بقى سمنه كده ما بين الرولات كلها. طبعا شفتوني جبتها بالطول وبالعرض، عايزاها تاخد الصينيه بس برضه ما اخدتهاش. وهسيبها بسمنتها كده تمسك في بعضها شويه ونقطعها. قطعيها بقى الصبع اللي انت عايزاه او الطول اللي انت عايزاه. انا هشيل الحروف بس كده علشان لما اجي اطلعها من الصينيه ما يبقاش الحرف فاضي وشكله مش حلو. بس كده فصلت الحرف خلاص كده. حبيبي يا رسول الله، ربنا يريح قلوبكم ويريح قلب كل حد متضايق او مضغوط او نفسيته مش احسن حاجه يعني. يلا الحمد لله. نقلت بقى الفراخ على عين هاديه كده شويه، وبعد كده جبت الحله التانية وحطيت فيها حبه زيت زي ما انتم شايفين. وتعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. شمين ريحه الشوربه، يا سلام يا سلام. تاخدي يا بنتي كوبايه شوربه بليمون كده، حاجه تدفي صدرنا اللي تعبان ده. اه والله تكييف عامل عمايله. هحط بقى حته توم كده اشوحها مع معلقه الزيت بتاعتي، وحته توم محترمه يعني، كتري وبلاش تستخسري. لو التوم فريش عندك مش مفرز كفايه قوي فصين، لان هو فريش بيكون نفاذ اكتر. اول ما التوم بتاعي يتشوح كنت ضربت نص كيلو طماطم، والنص كيلو طماطم ده هحط عليه معلقتين 3 صلصه كده. ايه فايده الصلصه بتزود عندي الكميه، وبتخلي خصوصا لو انا عايزه الصلصه جامده، يعني مش عايزاها سايله، مش في بطاطس، مش في بسله، فاهمين؟ مش هزودها ميه. ممكن استغنى عن الصلصه، لكن انا عايزه الصلصه بتاعتي من غير ما ازودها، او انا عايزاها تقيله. فبحب قوي معلقه الصلصه دي، بتديها قوام وكمان لون حلو. اول ما اوصل للون اللي انا عايزاه في الثوم، انا مش بحب احمر الثوم عشان بيمرر الاكل وبيكون حامي كمان. فخلينا معلقتين 2 من الصلصه، وهنزل عليها بنص كيلو الطماطم المضروب في الكبه او في الخلاط، زي ما انتوا عايزين تضربوه اضربوه ولا يهمكم. وبعد كده هنركنها بقى تتسبك عادي خالص على نار هاديه، والفراخ برده شغاله مهديه عليها النار خالص عشان تستوي براحتها وتبقى لحمتها دايبه كده وحلو. حطيت ميه على النار، واول ما غليت نزلت فيها بمعلقه ملح. وهنجيب بقى كيسين مكرونه كده حلوين بالف هنا وشفا يا رب، للي كان ليه نصيب واكل من الاكل ده. يا رب يا رب يا رب كل حد بياكل في بيتي حاجه تكون بالف هنا وصحه وسعاده على قلبه. وادي الفراخ خلاص. الفراخ بتقولي طلعيني بقى يا طنط سمر، كفايه عليا كده حبه كمان، وهتلاقي الورك في حته والصدر في حته. عايزه الفراخ بتاعتك تسلقيها سليمه وتضمني سواها، خليها على وشها في الشوربه، وكمان ما تطلعهاش من الشوربه كل شويه، بالظبط 45 دقيقه على نار هاديه هتكون مستويه ومتظبطه. وملحيها من البدايه خالص. ولو مش هتحشيها رز، حطي تحت الجلد وفي قلبها من جوه بصل متحيق كده بالفلفل الاسود والتوابل اللي بتحبيها. بس كده. يلا بينا بقى نطلع الفراخ عشان كفايه عليها كده فعلا. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. السلام. كانوا عايزين يتحشوا دول وكيس حراري ويدخلوا الفرن، واوعى وشك بقى، اوعى وشك. طبعا اللي طلعت دي مش فرخ لا تمس لا الحمراء ولا البلدي، دي فراخ تسمين عادي او فراخ بيضه عادي. تمام كده، عشان الولاد مش بياكلوا الفراخ التانية الملونه دي، اللي هو قال لي بلدي برضو وانا مصممه. بس كده نسيبها بقى دلوقتي خالص لما نفضلها الفرن عشان نبقى نحمرها. خلي بالكم بقى من المكرونه اللي تتعجن مننا، خليكم مركزين. عموما انا بقى لي فتره كبيره جدا بستخدم مكرونه روجينا، يعني حلوه ما بتعجنش، لو قعدت في الصلصه ما بتمسكش بقى. بصوا من الانواع المكرونات المحترمه بصراحه، وسعرها مش يعني مثلا مقارنه بانواع تانية نظيفه نص بالنص تقريبا. هحط بقى الفلفل والكمون والحاجه بتاعه الصلصه. حطيت فلفل كمون، عايزه تحطي شطه حطي، عايزه تحطي خل حطي، زي ما بتحبي طعم الصلصه ظبطيه. بس هحط بقى ادي المكرونه زي ما انتم شايفين، هحط عليها الصلصه وهسيبها دلوقتي خالص لما نقرب على الاكل. لسه بدري على الاكل او لسه ما خلصتش يعني. بس كده نركنها بقى دلوقتي. شكرا منك. والشوربه خلصت والفراخ خلصت والجلاش في الفرن. يلا بينا نعمل حله محترمه.
طبعا انا بشكركم على دعواتكم لماما واهتمامكم بالموضوع ورأيكم وقد ايه ناس كتير موجوعة نفس الوجع محتفظة بالرأي ده لنفسها. لا، يا ريت كل حد هجرب تجربة زي دي يحكيها ويقول انا بلاش نجرب التجارب دي علشان ننصح الناس. بس يعني هي القصد من هنا ان احنا ننصح بعض. يعني شوف كمية تعليقات، انا حصل لي نفس الموقف، انا حصل لي نفس الموقف. يلا قدر الله ما شاء فعل. وبشكركم تاني على وقفتكم جنبي بتعليقاتكم اللي بترفع من روحي المعنوية. اللهم لك الحمد. اللهم ديم أمي في وسطنا نعمة يا رب العالمين، وأمهاتكم يا رب. هنا بقى أنا حطيت معلقتين سكر يتكرملوا وياخدوا اللون البني. حمريهم، ما تخافيش، مش هيمرروا معاكي ومش هيضايقوكي مش هيوصلوكي لاي نتيجه وحشه. يعني زي ما انتم شايفين، اول ما السكر اتكرمل معايا عندي قطعه زبده صغيره كده نزلت بيها. ولو مش عايزه تحطي زبده انزلي بميه على طول. انا حطيت حته زبده. وبعد كده هنزل بالشوربه، بس احط حبه عشان ما يتحرقوش بس. وبعد كده ايه، اخد معيار الشوربه بتاعتي عادي خالص. هحط كده اي حاجه تحطي بيها، كوبايتين 3 زي ما تحبي تحطي. وممكن تكملي كله شوربه او تكملي بميه عادي. انا زي ما قلت لك ممكن تستغني عن قطعه الزبده دي وتنزلي بالشوربه او بالميه بتاعتك. لو هتعمليه بميه ما عندكيش شوربه، حطي معلقه سمنه بلدي حلوه كده. وهتحطي بهارات. انا مش هحط بهارات ولا هحط اي حاجه، لاني بعمل بشوربه مبهره جاهزه وفيها كل النكهات اللي انا عايزه احطها. زي ما انتم شايفين، انا اول ما الشوربه بتاعتي تغلي كنت انا غسلت كيلو رز بسمتي. جربي الرز ده حلو قوي. ممكن تقولي على فكره انا حطيت عسل وقرفه، معلقه عسل اسود وقرفه، او لسه هحط يعني. بس المهم الرز ده بالعسل الاسود والقرفه منكه فظيع. ممكن تقدري تحطي عليه كبده اسكندراني، ممكن تحطي عليه كبد وقوانص، ممكن تحطي عليه لحمه مفرومه. اختاري التيست اللي انت عارفه انت وضيوفك هتتقبلوا تاكلوه. حطيت القرفه وحطيت الملح، وزي ما قلت لكم معلقه واحده من العسل الاسود، لاني حاطه سكر. ممكن تستغني عن السكر وتحطي معلقتين عسل اسود، بس انا بحبه بالسكر. ممكن استغنى عن العسل لكن ما استغناش عن السكر. وهنا في حد بيسرق مننا حبه شوربه، حصل خير. غسلت بقى كيلو رز، وهنا مش بسمتي، رز مصري عادي جدا. انا اتلخبطت وقلت لكم هغسل كيلو رز بسمتي، لا ده انا بفضله بالرز المصري، او بيتاكل احلى بالرز المصري. حبه بقى مكسرات زي ما قلت لك، كبده، لحمه مفرومه، اللي انتي تحبيه اعمليه. هنسيبه بقى يتشرب، ويلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه تاني وهنوصل لايه. حسيت ان القرفه بتاعته قليله شويه، هظبطه بطعم القرفه. ممكن على فكره تستغني عن العسل والسكر وتشوحي بصلايه بحبه قرفه وفلفل اسود وتعمليه، وهيبقى مديكي نفس اللون شويه، بس هيبقى طعمه زي حشو الحمام والفراخ اكتر. يلا بينا بقى نحط الجلاش، لان كده ايه، عايزين الجلاش يطلع على الاكل على طول. عارفين الشوربه، نص كوبايه شوربه على نص كوبايه من الحليب، وهسقسق الجلاش بتاعي وادخله الفرن. بس كده كفايه يا حاجه، كفايه الشوربه ببلاش. خلص الكلام. وادي الفراخ بردت والفرن كده كده شغال. يلا بينا معلقه صلصه مع حبه لون زعفران. والناس اللي سالوني بتجيبي لون الزعفران منين، ونقول له ايه لون الزعفران اللي عندي، عمري ما جبته من مصر. المره الوحيده اللي جبته من مصر طلع لون عادي، وما كانش احسن حاجه، وما كانش في الطعم احسن حاجه. فزي ما انتم شايفين الفراخ دايبه ومش مستحمله، بس ان شاء الله يعني كان طعمها زي الفل. لان هي اتاكلت الحمد لله بالف هنا يا رب. معلقه الصلصه زي ما قلت لكم، وحبه زيت وحبه من لون الزعفران. تقدري تستغني عن الصلصه تحطي لون زعفران على حبه الزيت وخلاص على كده، او حته سمنه البلدي. هنحط بقى عشان الفراخ بتاعتي تاخد لون حلو كده. ادهني كل الجوانب بتاعتها وكل الحروف، ودخليها الفرن على نار عاليه تاخد لون من تحت ومن فوق، وكده تبقى خلصت معاكي. ممكن تنزلي بيها في الزيت على فكره تحمريها، ممكن تحطيها في الاير فراير. بس ما شاء الله انا عندي 3 وحجم الفرخه كبير، فخليني ادخلهم مع بعض كده كده. الفرن شغال جنب الجلاش وخلاص. عندي بقى الكبد والقوانص بتاعت الفراخ اللي انا جبتها النهارده، غسلتها كويس وقطعتها حته حبه زيت او حته سمنه، واديها تشويحه زي ما انت عارفه، واعملي حركات الكتكاتك بقى، وحبه فلفل اسود بس كده لحد ما تستوي. انزلي بيها على مغرفه شوربه، حبه ميه، واظبطي الملح بتاعك، ولما تستوي هتبقى زي الفل ان شاء الله. كل حاجه زي الفل ولا يهمنا. هو انا ان شاء الله بغلي ميه لايه تاني؟ اصل انا والله ما فاكره. كنت بسلق مكرون. لا، هسلق اللوز، معلش. بصوا ما تدقوش على انا هسلق فعلا مكرونه علشان اوديها لماما المستشفى، لما كانت في المستشفى. الحمد لله على كل حال.
اللهم ديمها نعمه في حياتنا يا رب العالمين. عندي لوز كان في الفريزر انا عايزه اقشره، فحطيت له حبه ميه على النار وهغليه علشان خاطر يتقشر معايا بسهوله، علشان احمصه للرز، لطبق الرز بتاعي. عارفين ده يتقال عليه طبق رز محترم كده. عامله ديك رومي، عامله لحمه بارده، عامله، هو عايز سفرة محترمة كده ويتدلع فيها. شايفين لون الرز؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا عايزة تغمقي عن كده غمقي السكر اكتر، بس انا شايفة لونه كده مناسب. وبس كده وطي بقى عليه وسيبيه يتشرب ويستوي. عيار الرز المصري بتاعك العادي، كوباية كوباية، ومفيش حاجة ممكن تخوفك منه، لا سكر ولا عسل. حبة زبيب بقى واديها تقليبة محترمة وبس كده خلص الكلام. عسل وسكر وزبيب، نهار ابوكي ابيض. كل ده في حله الرز، والله العظيم اطعم حله رز. عايزه اقول لكم بعد 3 ايام في التلاجة كان في طبقين. في اليوم ده انا كنت مشغوله، وايه هي اللي بعتت جاب يعني، كانت عندي وقلت لها ايه كريم نزل جاب لها فراخ من تحت، فقلت لها اعمليها. كانوا اخواتي كلنا كنا في المستشفى يوم ما الاكسجين اللي حكيت لكم عليه. فانا بقى طبعا كنا في اليوم ده نفسيتنا ما كانتش احسن حاجه، فالمهم مش عايزه احكي لكم تاني تفاصيل حكيتها يعني. اي اختي راحت عامله الفراخ وحمرتها وطلعنا الرز ده اكلنا بيه، كان زي العسل. يلا هنعمل بقى، بصوا اللوز هيتقشر بسهوله ازاي. بس كده. على فكره اللوز ده انا كنت شايلاه في الفريزر متحمص، كنت محمصاه ايام ما كنت بعمل حلاوه المولد النبوي عليه افضل الصلاه والسلام. هنحمر شويه لسان عصفور، لسان العصفور بتاع روجينا الحروف بيتاكل، مش هقول لكم اكتر من كده. وعندي الشوربه هي زي ما انتم شايفين، وبعمله بالميه. انا واحده بتعشق الشوربه الكدابه، بتكون خفيفه على فكره وما بتكونش مطعمه، تحسي ان انت بتاكلي حاجه داخله في طعم حاجه. ممكن اكون انا غلط. الجلاش والفراخ طلعوا. شايفين شكل الفراخ، شايفين شكل الجلاش يبرد شويه وهنطلعه. و كنت بقى في الحله دي زي ما قلت لكم هسلق حبه مكرونه لماما وكده. الاكل بتاعنا احنا او اليوم العادي بتاعنا احنا خلص اهم. دول حبه المكرونه اللي هنعمله، مكرونه كده مسلوقه بقليل من الملح كده بتشويحه بسيطه بعد ما تتسلق، وخلاص على كده بالف هنا مع حته الفرخه. وادي بقى تعالوا نقلب المكرونه دي، احنا ناسيينها صح، كنتوا ناسيينها. ما احطها بقى على النار دقيقتين 2 تسخن بس معايا. وكان يعني عايزه اقول لكم ايه، كل اللي قاعدين كانوا مستغربين هو احنا ليه بنتخانق على المكرونه. عارفين انتوا الشيخ البعيد سره باتع زي ما بيقولوا. هو حله المكرونه دي كانت كده. انا مش بعمل مكرونه كتير، واكتشفت ان انا وولادي بنعشق الاسباجيتي، يعني بنحبها. انا برضو نفس الرز اللي حكيت لكم عليه وقصه الفراخ، كان فاضل طبق مكرونه، فقلت لاي هاتي ساقع عشان ولادي ما ياكلوش، عشان انا اللي اكله. شفت الام لما تبقى حنينه بقى. قعدنا خمسنا فينا والواد خالد. خالد بقى ملوش في اي حاجه فيها زبيب مكسرات. بصوا خالد يعني ادوله برجر وادوله حاجات من. بصوا بقى ادي اللي اسمه ايه، الحته اللي في الصاج دي كانت فاضيه، وده يعني مش بحبها دايما اني اسيب حته في صاج تكون فاضيه، لان طبعا اكيد هتشعوط منك او تتحرق منك. طلعنا بقى الرولات بتاعتنا كده، كان الجلاش خفيف وجميل. يعني من الحاجات الحلوه اللي انت ممكن تعمليها على السفره. ويا سلام بقى لو فيها حبه جبنه موتزاريلا كده، ولا على الوش جبنه موتزاريلا، هنختلف. او ممكن تحطي جزر وفلفل الوان في اللحمه المفرومه. يعني كل ممكن تعملي نفس الصينيه كل مره بطعم جديد وبتكه بسيطه. مره زودي جزر، مره زودي فلفل الوان، مره. فبس كده زي ما قلت لكم. لا انت خليكي واقفه ورا الباب. تشوفوا الصينيه تقولوا مش هتطلع حاجات كتير، يعني شويه صغيرين، بما انك انت بتقولي عندي ناس. لا طلعت طبقين تقديم محترمين يعني. بس كده مش هنسيب ايه يا حبيبتي. ما يلا بينا نغرف الرز بقى ونشوف شكله. بس الاول قبل ما نروح للرز تعالوا نعمل اللوز اللي اتقشر. يعني احنا وقفنا خالته على الرخامه تقشر اللوز وفي الاخر هننساه. ما يصحش. نقطه صغيره سمنه او زيت زي ما تحبي الطعم. انا بفضل اني احط حبه زيت عشان ما تدهننش منك على وش الاكل ولا حاجه. بما اننا داخلين بقى على البرد يعني، فخلي الحاجات اللي زي كده دايما بحبه الزيت زي ما قلت لك. والكبد والقوانص كمان عملتها بالزيت. بسم الله ما شاء الله يعني. نقول كده كله خلص، والمكرونه كمان خلصت، وكل حاجه تمام، وكله تحت السيطره. مسيطرين احنا ولا يهمنا.
شوحت بقى اللوز، لان بما انه هو كان واخد لون يا دوبك نشفته بس كده على النار عشان هو كان معمول في ميه، وما ما غمقتش لونه اكتر من كده. يلا نغرف الرز. شايفين لونه مفلفل وزي الفل، ريحته بقى مع المكسرات والكبد والقوانص. انت مش عايزه تاكلي حاجه لا فراخ بقى ولا جلاش، انت هتستكفي بطبق من ده، وملناش دعوه ان ارضيه الرز شاطت مننا ولا اي حاجه. ده السكر يا جماعه، مش انا، سكر وعسل يعني. اول مره اعمل رز في الحله دي واحس ان الارضيه بتاعته اخدت لون مني شويه. ممكن يكون سهو مني، او ممكن يكون عشان فعلا فيه سكر او عسل. حصل خير، قدر الله وما شاء فعل. ما شاء الله، يعني تقريبا كيلو وربع رز، كيلو ونص رز، عملوا معايا 4 اطباق تقديم محترمين. هنحط بقى الكبد بتاعتي. زي ما قلت لك تقدري تبدليها باي طعم انت بتحبيه، لحمه مفرومه لو ما بتحبوش الكبد والقوانص، كبده بلدي، كبده عاديه جدا تشوحيها بالسمنه البلدي بالفلفل الاسود وتحطيها الطعم اللي بتحبيه. يعني ادي بقى مكسرات بقى يا سلام لو عندك حبه صنوبر بقى مع اللوز ده، يا سلام. كاجو. ممكن يعني نطلع شويه. نغرف بقى المكرونه، وهنغرف شوربه لسان العصفور والشوربه، وبألف هنا وشفا. بصوا بقى لون المكرونه عامل ازاي، معلقه الصلصه مع لون الطماطم، مع الطماطم العاديه الفريش، الاتنين بيدوا قوام ولون يعني تحسي ان الصلصه بتاعتك متكلفه كده، وهي ما فيهاش اي حاجه، هي معلقه الصلصه بس. وده مش اي نوع صلصه على فكره بيديكي نفس النتيجه. يعني انا ما كنتش بحب اي صلصه جاهزه ولا بستخدمها ولا بصلها، ولا عمري دخلت ماركت بصيت لها كده. جه وقت عليا الصلصه كانت الطماطم كانت غاليه قوي، وانا بستخدم صلصات كتير، جربت بقى من هنا اكتر من نوع، ولحد ما وصلت النوع معين، هارفست تقريبا وروز جارد. الاتنين دول من احلى انواع الصلصه اللي استخدمتهم يعني. كمان ما شاء الله البرطمان بتاعه ما بيعملش لا عفونه ولا بياض ولا كلام من اللي احنا كنا بنشوفه في البرطمانات الازاز، ونقعد بقى دايخين بالبرطمان، حبه نقلبه على وشه وحبه لا، ما فيش الكلام ده خالص. عملت بقى لسان العصفور، وسخنت طبعا الشوربه، يعني بزود ايه، حبه شوربه كده بس يعني، بطري الدنيا، بمشي الدنيا. حبه مخلل بقى محترمين من اللي احنا عاملينهم في البيت، وبألف هنا وشفا. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وتاني بشكركم على دعواتكم وعلى وقفتكم جنبي دايما لما بكون فيا اي حاجه وبشكيها ليكوا، او ببقى عايزه منكم رد، بتكونوا فعلا جنبي.